ربيح يطلعها الماجد وداخل بها ماجد، داخل بها ماجد وجول وجول! الهدف الرابع ماجد عبد الله. أيضا سيذكر التاريخ بكل فخر وزهو أنه عايش وشاهد بين صفوف هذا المنتخب موهبة أمتعت الملايين في عصر قلت فيه المواهب. مهاجم فذ ومراوغ خطير وهداف قدير، يرتعش كل دفاع لمهارته ويرتعد أي حارس من تسديداته، وفي كل الأحوال الشباك التي تستقبل بالأحضان دائما كل كراته. نعم، سيذكر التاريخ الكروي دائما ماجد عبد الله. ماجد داخل 18. يلا ماجد، يلا ماجد، يلا ماجد الجول! الواحد يلا يا محيس ويصلحها صالح، صالح عديها هنا الماجد، عديها الماجد، ماجد داخل، يلا يا ماجد الجول! الجول! الهدف الرابع ماجد عبد الله، ماجد عبد الله حط الجول الرابع. 4 أهداف سعودية لنادي سعودي ارابيا، 4 أهداف مقابل هدف كويتي واحد. هذا الحب العظيم الذي تحمله مئات الآلاف لنجمهم الكبير لم يأت من فراغ، ولم يكن وليد مباراة أو مباريات، إنه المقابل لرحلة حب عمرها يقترب من 20، رحلة حب مليئة بالصدق، بالجهد والإخلاص والأسى ولوعة البعاد. إنها رحلة ماجد عبد الله مع الكرة، تلك الرحلة التي بدأت مبكرة، بل مبكرة جدا. ظروف عمل والده كمدرب لفريق في مدينة جدة كانت وراء هذا الحب للكرة، وأيضا نبوغه المبكر فيها. ماجد الطفل الصغير تعرف على الكرة قبل أن يتعرف على أشياء كثيرة في طفولته. كان يشعر بالزهو كلما استجمع قواه ليضربها بقدمه الصغيرة لتبتعد قليلا ولتعود إلى قربه من جديد. ربما كانت الكرة تعلم أنها يوما ستحقق مع تلك الموهبة الفذة أعظم الانتصارات، والأمر الغريب أن هذه الموهبة خضعت في اكتشافها وتقديمها إلى عالم الكرة لقانون الصدفة وحدها. فعلا والدي المدرب عرف بالصدفة من واحد صاحبه أني بلعب كرة. وقتها الحارة كانت حياتي والكرة هي أمل حياتي. لسه فاكر أول جول جبته في الحارة، وفاكر أول جول جبته للنادي، وفاكر أيضا أول جول جبته للمنتخب، وأول جول أولمبي للمملكة. هل يسجل ماجد أول هدف أولمبي في تاريخ الكرة السعودية؟ جيلمار حارس البرازيل الدولي، ماجد عبد الله لاعبنا الدولي بيتقدم عليه وبيحط الجول، وجول بيسجله، جول بيسجله ماجد عبد الله، أول هدف أولمبي في تاريخ الكرة السعودية بيحرزه هداف آسيا.
لسه فاكر، والله ما أدري خوف أو فرحة، لما مدير المدرسة ندهني وطلعني من الفصل. وأنا في الطريق الخوف ما زال، لكن لما شفت والدي واطمأنيت أكثر لما خبرني والدي إنه الأمير عبد الرحمن في رعاية شباب ينتظرنا هناك ويبغاني أسجل في نادي النصر. من فرحتي وقتها ما كنت أقدر أتكلم، قلبي هو اللي تكلم وقال الحمد لله، حلم عمري تحقق وحمثل نادي النصر. ليرى براو يصلح لماجد، ماجد ماشي وشوط ماجد في الجول، وسجل ماجد بعد 34 دقيقة من الشوط الثاني الهدف النصراوي الأول. لعبها عوضة لماجد، ماجد حطها بالجول، بقول يا ريحة، وماجد على الهجم يحطها لماجد، وماجد حطها براسه بالجول وسجل بعد 29 دقيقة النصر هدف التعادل 1-1. بيحطها ماجد، حطها في الجول، ماجد يسجل وداخل ليرى لعبد الله عبد ربي يشد ناحية الجول لماجد وبكعبه ماجد جول. خميس حيثم ماجد داخل حطها الرابع، هدف الرابع. ماجد عبد الله لاعب موهوب من يوم كان صغير. عرفته أنا وهو صغير جدا جدا مع عم أحمد عبد الله. عم أحمد عبد الله اللي هو أبو ماجد، واللي هو أيضا أول مدرب درب نادي النصر على الأسس الحديثة. كان يجي معه ماجد وأخو ماجد اللي أكبر منه هو عبد الله، ويتدربوا برا بجنب تمرين لاعبي النصر الأساسيين. الواقع بلفت نظري وبلفت نظر ناس آخرين على مستواه الفني. هو صغير جدا، سجل في نادي النصر، لفت الأنظار أنه كان صغير. مستر بروشيتش مدرب النادي أيامها اهتم فيه هو وعدد من زملائه الصغار اللي كانوا معاه اللي هم من جيله زي يوسف خميس. مستر بروشيتش هذيك الأيام طلب من نادي النصر يجيب عدد من اللاعبين. قلنا له يا أخي عندنا احنا لاعبين ممتازين موهوبين كذا كذا. قال زي مين؟ قلنا له زي يوسف خميس وزي ماجد عبد الله. قال أبدا الآن هذا مش فرصتهم. قلت طيب مستر بروشيتش أنا مستعد أراهنك واترك لهم مجال انهم يثبتوا وجودهم. قال لي تراهني من ايه؟ قلت من اي شيء تبغاه. قال مثلا، قلت مستعد اراهنك من ريال موقعه انت اذا ماجد برز ويوسف خميس برز واصبحوا نجوم السنه هذه، فانت لو سمحت اذكر المناسبه ووقع لي على ريال واحد فقط لا غير. واذا ما اثبتوا وجودهم وخسروا كذا انا مستعد ادفع لك 50,000 ريال. قالوا موافق. انا طبعا لما قلت الكلام مستر بروشيتش مؤمن بموهبتهم، مؤمن انهم لاعبين جيدين، بس يرى فرصتهم بعد سنتين. انا نفس الشيء، من لاعبين ممتازين وجيدين، بس ارى ان فرصتهم الان مش بعد سنتين. مر الموسم، ماجد رفع الراس وكان عند حسن الظن،